هزولات. الا تتبعونا بالتزويه سيشوفوا المزوين اش داو في الوالده ديالي، سيشوفوا الوكيل العام الشافعي اش كان تيدير في الجلسات ديال الوالده ديالي، سيشوفوا التزويه ديال لي زاتيستاسيون ميديكال ديال الوالده ديالي اللي تيقول لك بصحه جيده، سيشوفوا المزوين اش داو، سيشوفوا الفساد. واش كاين شي مسؤول اليوم اللي باغي يحاب هذا الفساد اللي تنعيشوه حنايا ويحاب الفساد اللي تيعيشوه بزاف ديال المغاربه؟ واش كاين شي مسؤول اللي يضع على الوالده ديالو هادشي؟ قسما بالله ولو كلفنا هذا ما عرفتش شنو الحبس الا بغيتو تدخلونا ليه مظلومين غندخلو، ودعوه المظلوم مستجابه، وغنعاودو نخرجو ونعاودو نهضرو. ما غيفكنا معاكم غير القبا، وتا القبا غادي نمشيو نموتو ونتحاسبوا معاكم فاش تجيو. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. معكم ليلى المزوق ابنه المراه الحديديه، الملف اللي ولا معروف دوليا وتا في المغرب. بزاف ديال الناس تيساندونا وتنشكركم جزيل الشكر. اليوم تنجي بعد ما خرج الحكم اللي تنطق به يوم 6 اكتوبر 2023 ديال الوالده ديالي فايبات. من مورا ما قدروا يكتبوا حتى شي حاجه، تفات 116 يوم بالضبط عاد تكتب هذا الحكم. 3 شهور و 24 يوم اللي خدات باش يكتبوا التعديل ديال الحكم. حكم العاي والذل والتزوير اللي كان هاد الخطا المجرمين اللي فيه هما دوك هيئه الحكم اللي زادوا زوقتها ما التزوير خنز الملف. المزورين اللي اول واحد فيهم هو البطل الكبير ديال التزوير اللي ما تيشافنيش انا كمغربيه وما غاديش يشاف حتى القضاء المغربي انه يزور ويدلس على امراه مسنده 67 عام مقعده على كرسي متحرك جراء التعذيب اللي جا في مدينه اكادير، اللي الاسم ديالو سيف الدين رابو، اللي كان رئيس الهيئه ديال داك النهار، واللي شارك معاه في الجرم هو سعيد الجيب والاخر محمد بن الحد والمختار خيور. فانتم ما انتم شاركتوا في جريمه تزوير بانكم تأيدوا اصلا حكم استئناف اللي تعذبت فيه الوالده ديالي. واش فاسكم كما قلت يا المغاربه؟ ونعاود نقول الوالده ديالي جلسات اكثر من 18 ساعه على كرسي متحرك ومكتوبه بلان انوار على هذاك الحكم ديال الذل والعار على القضاء المغربي وعلى جميع القضاة وعلى جميع المسؤولين في الرقابه ديالهم. جلسات الوالده ديالي تعذبت على كرسي متحرك لازيد من 16 ساعه ولا مع 18 ساعه، وطاحت ليهم من فوق الكرسي متحرك. وتشوفوا الرجال اللي قال لك اللي ولاو عيالات الوالده ديالي تطيح مكتوبه في الحكم القضائي وتيقول لك هزها، تيقول للبوليس هزها السباج ليك. فاين هو حقوق الانسان؟ ولا فين هما الضمائر ديالكم؟ ولا قولوا لي الضمائر ديالكم تتجلى غير فاش تتحكموا على امراه مسنه وتظلموها؟ ولكن حقنا غناخذوه في الدنيا وفي الاخره وما غاديش نتنازلوا معاكم. ايوا غادي اليوم غادي نهضر، عاد جاني الحكم، غادي نهضر كاول لايف اولي على هاد رئيس الهيئه، واللي غادي نطرح لك سؤال. سيف الدين رابو، محكمه الاستئناف بريباط، قول لي شحال شديتي؟ كان خاصك 116 يوم باش تكتب تعليل كله تزوير، وانا نقول لك كلكو بوين. هادشي غير القراءه الاوليه، مازال ما خديتش الوقت الكافي انني نقراه ونزيد نتمعن فيه. ولكن هادشي تيضاف في القلب، تيضاف في الخاطر. هادشي عار على القضاء المغربي، عار باش تقول ان الوالده ديالي سرقات قال لك جميع الوثائق. داكشي علاش قال لك رفضوا الخيبه الحسابيه، ياك رفضتي الخيبه المحاسباتيه. وعلاش ما ودوك الواقع اللي كانوا قدامك قليل الذمه وقليل الدين وقليل ما عرفتش شنو، دوك الواقع اللي كانوا حداك منين شكون اللي جابهم؟ ما جابهمش الطبيح اللي ملا عليك دابا التعليل.
ما جابوهمش الحسين بيشا. فاش تقول حنا الوالده ديالي شفات جميع الوثائق دوك، وباش داو لي ديكلاراسيون انويل وداك الكوميسير او كونت لي تيدير لي ديكلاراسيون. هي دابا حنايا خاصك توجه لينا باش تكون انت قاضي نزيه وانت غير فاسد ريحتك عطات، خاصك توجه لينا التهمه اننا شفانا لومبيك واننا شفانا المحكمه الاتجاهيه. كيفاش هاد الناس داو لي ديكلاراسيون دامبو ديالهم؟ نزيدك وحده اخرى، تزوي وحده اخرى. كيفاش تجي تتقول لك الوالده ديالي ان شركه غيتا اسكان شركه مستنسخه، وجبنا الواقع من لومبيك ان ديك الشركه ما كايناش، وزور فيها زاهدي وطابح وسميتو، ومشاو قدام المحكمه ودات عليها خبره وهداك الشيء كلشي تزوير، وجبنا الواقع من لومبيك. تتقول ديك الشركه ما كايناش، ومشاو هما كياو ديك الشركه في جويه 2023. يعني مي كاينه عندكم في الحبس بعت الشلابيه. وكيفاش شفات شركه الله جات الله تكيات في جويه 2023. نزيدكم نقطه واحده اخرى. كيفاش عقود اللي تجابوا من المحافظه، عقود عقاريه تجابوا من المحافظه وبسميه الناس اكثر من 30 عقد، والمتابعه ديال الوالده ديالي الناس فيها غير 3 العقود، وتزادوا توالدوا في ولدوهم العيالات في المحكمه ديال الاستئناف ديال اكادير، دوك العيالات القضاة اللي سبقوكم في الفساد ياك ولدوهم. دوك العقود مديورين بموثق ميت، وجيتو تتسبيوهم في وامه ميت لازيد من 10 سنوات بن شقون. وكيفاش كي درتو ليها؟ وكيفاش تتأيدوا حكم ديال 5 سنوات وداك الحكم مطعون فيه بالزور؟ واه هادشي هادشي اللي جالسين تديو فيه نتوما. شتي انا كون كنت في المغرب كنا رجمت جد باكم الكلب كاملين باش تجيو تبداو تظلموا في ما هكا، وتجيو هاد التعليل هذا اللي ملاه عليكم طبيح، وتجيو تقولوا الوالده ديالي لا شفات جميع الوثائق والوثائق قدامكم. ما ننساش واحد النقطه مهمه جد مهمه ديال الاستدعاء الشهود. استدعاء الشهود في التعليل عرفتي اش كاتبين الناس؟ شهدوا شوفوا يا المغاربه شوفوا شرف القضاء تيجرجروا به. في التعليل قال لك اسيدي على الاستدعاءات اللي استدعينا حنا، حيتاش حنا استدعينا المزواه ديال هشام بعلي والمزواه ديال الملوكي، واستدعينا الشفا واللي تتنهب المال العام مع الحسين بيشا زين بالعداوي. قال لك لا داعي لاستدعاء هاد الشهود، وهما غياخدوا غير بالشهادات القديمه ديال داك الكلب ديال الصوصي وديك ناديه اللي جاو محفظينهم بحال جايين يدوزوا الموحد ديال الفساد ديال القضاء في مدينه اكادير، اللي تيطابقوا اقوالهم عرفتي حرف نقطه نقطه. وشكون اللي تياخذ هاد الاقوال؟ قال لك هشام بعلي وبن منلوك. وشكون اللي تياخذ الاقوال؟ قال لك عاوتاني هما داو على الاقوال ديال الشهود اللي عاودوا شهدوا بنفس الشهاده في اكادير قدام قال لك قاضي التحقيق اللي اصلا هو الاسم ديالو وخليفه باها اللي اصلا هو كاين في لي ليست اللي جيتو اليوم تتحاسبوا عليهم الوالده ديالي. واه هاد الوالده ديالي ما خصكمش تخدموا شديتو عليها الفلوس، ما خصكمش تحكموها ب5 سنين. واه الوالده ديالي عرفتي على حسب التعليل ديالكم واش فات لومبيك وش فات المحكمه الاتجاهيه. انا تنعترف دابا على امي فاش قريت التعليل. وش فات هذاك المجلس الاعلى للحسابات ياك. وش فات سميتو بنك المغرب. وش فات البنكات حيت الشاكات هشام بعلي وبن منلوك في الفرقه الوطنيه
ما عرفت سميت جد بوك بو سيف الدين بو الجيب وبالحد وخيو والطوابي الوالده ديالي شاكات يكون لقيتو الملف كما تتقولوا تتكذبوا عيني عينك. هشام بعلي قال لك الشاك نيميرو فلان فلان، هادوك الشاكات هما علاش حنا تنقلبوا بغيناهم، هو بن ملوك دوك الجوج. واش نتوما شويه لاباس ولا شويه ماشي لاباس؟ ويلي فين وصل القضاء ديالنا؟ ويلي ما خصنيش نبكي انا على امي، خصني نبكي على بلادي. واش شويه نتوما لاباس؟ واش وداك اللاجي هذاك اللي تيمشي يدير لي ديكلاراسيون، خبير مالي ولا سميت والديه اللي تيمشي تيدير لي ديكلاراسيون باش تيديهم باش داهم بهاد السنوات كاملين، ياك محطوطين لي ديكلاراسيون في المحكمه الاتجاهيه. ياك جيبوا لي عرفتي بغيتوني انا نسكت، قسما بالله تنسكت. خرجوا لي غير لي ليست مكتوبه فيهم حبيبه زيلي يلاه سيو زوا، اللي ليست ما مكتوباش فيهم حبيبه زيلي، مكتوب فيهم العجب، مكتوب فيهم هذاك وخليفه باها، مكتوب فيهم عده قضاة، عده كوميسيات، عده مسؤولين، ما مكتوباش فيهم حبيبه زينه باش تحسب عليهم حبيبه زينه، باش تجيو تكتبوا تعليل من 116 يوم تكتبوا هاد التعليل هكا. وديك شيكه الضحى هو كداك بدر الدين، قسما بالله يا المغابه خرجت ليهم 20 مليار وفيت دات عليها فيديو بالوثائق، 20 مليار بشركات الضحى، مصبات الضحى اللي المدير ديالها هو الحسن بيشه، ماشي الوالده ديالي، ما تجيوش تبداو تحنقزوا. ومشاو خلصوا بدر الدين، عطاوه هشوه ديال 4 مليار ونص، وهبطات ديك سميتو الضرائب، وشاك في هادشي نلاجي والحسن بيشه ومحمد بيشه والحسين بيشه. خرجت شي 250 ولا ما عرفتش شحال ديال المليون، المهم شي حاجه المليون من 20 مليار. شتو الناس، شتو هادشي في خبازي بالعداوي، شتو المال العام فين مشى. تجيو دابا انا تمسحوا الموس في الوالده ديالي، وسيو تعليلكم وخليو عندكم، وصباتوا 116 يوم وانتم فيكم صيصه خاصكم تكتبوا شي تعليل، والتعليل ديالكم سيو خليو عندكم. داك الحكم اللي جيتو ايدتو ديال 5 سنوات مطعون فيه بالزور. عباد الله، واش كتبتو شي قانون في الدستور المغربي خاص بعائلات المرأة الحديدية؟ قولوها لينا باش نمشيو نلقاوه ونفهمو، اما باش تجيو دوزونا في الماكينه. حنا ماجلين عليكم العيالات، طلعوا على بناجليكم اللي حكمتو اجداد. سيف الدين رابو بزاف عليك باش نسكتو لك على تعليلك بحال هذا. ودابا تشوفوا قال لك لا ما نجيبوش حنايا رئيس الفرقه الوطنيه هشام بعلي، وانا غنجيبو للمحكمه الدوليه الا ما بغيتوش تجيبوه، وقريبا جدا سوف يصدر حكما ضده من الديار الكنديه ونخرج ونويه، حيتاش هذاك بن ملوكه ولا تياخذ الاقوال ديالي. قال لك من اللايفات هو تياخذ الاقوال ديالي، اجي خذهم كاع انت بالمباشر، مالك طجل كون راجل. زدتو فيه هزولات الا تتبعونا بالتزوير سيشوفوا المزوين اش داو في الوالده ديالي، سيشوفوا الوكيل العام الشافعي اش كان تيدير في الجلسات ديال الوالده ديالي، سيشوفوا التزوير ديال لي زاتيستاسيون ميديكال ديال الوالده ديالي اللي تيقول لك بصحه جيده، سيشوفوا المزوين اش داو، سيشوفوا الفساد. واش كاين شي مسؤول اليوم اللي باغي يحارب هذا الفساد اللي تنعيشوه حنايا، ويحارب الفساد اللي تيعيشوه بزاف ديال المغاربه؟ واش كاين شي مسؤول اللي يرضى على الوالده ديالو هادشي؟ قسما بالله ولو كلفنا هذا ما عرفتش شنو الحبس الا بغيتو تدخلونا ليه مظلومين غندخلو، ودعوات المظلوم مستجابه، وغنعاودو نخرجو ونعاودو نهضرو. ما غيفكنا معاكم غير القبا، وتا القبا غادي نمشيو نموتو ونتحاسبوا معاكم فاش تجيو.
فحسبي الله ونعم الوكيل. وكونوا اكيدين غادي يجي النهار ان شاء الله اللي غتشوفوني شخصيا وجها لوجه وغندفل على زنفاتكم الكحله يا ايها الفاسدون والمزورون، واللي عذبتوا لي الوالده ديالي وتيتسحب لكم حقوق الانسان ما كاينينش. ففينا هو هذا المجلس ديال حقوق الانسان؟ لا، حنا النيابه العامه خدات بنا قرار اننا لسنا مغايبه، فاذا بهم ما عندناش حق التقاضي، عندنا الحق اننا نتحاسبوا على فساد الزين بالعداوي، ونتحاسبوا على فساد عبد النبوي، ونتحاسبوا على فساد قضاة، ونتحاسبوا على فساد مسؤولين. فانا نقولها لكم ما غاديش نتحاسبوا على هاد الفسادات كاملين، نتوما اللي غتحاسبوا عليهم. حنا ربي عطانا صبر، وداك الصبر ما حدو غادي تيزيد. حنا شادين معاكم 4 سنين وباقيين غاديين، فما تجيوش تحاكمونا باسم جلالة الملك وانتم تزورون. باي حق انكم تحكموا علينا باسم جلالة الملك وانتم تدنسوا بفسادكم محاكم؟ محكمة الذل والعار بمدينة اكادير، ومشينا دقنا عاوتاني من محكمة الفساد، من فساد قضاة المحكمة الاستئناف بهيباط. فهادشي غير مسموح في دولة الحق والقانون. ولا قولوا لي اليوم يا صاحب الجلالة اللي تيقول لك نحن في دولة الحق والقانون، تيمشيو تيحكموا عليه ب6 شهور كما داو الاخ ديالي. فاحكموا بما اردتم وهددوا بما اردتم، ولكن الحساب كما قلت لكم غيكون في الدنيا وفي الاخره، لان هذا التعليل تعليل العار، تعليل الفاسدين. شحال شديتو يا عديمي الذمه كما قلت لكم. وسيو عاودوا قراو الحكم ديالكم وطلوا بين رجليكم، شوفوا راسكم واش رجاله ولا ماشي رجاله اللي تتبيعوا الذمه ديالكم وتتبيعوا الوطن ديالكم وتتبيعوا شرف القضاء المغربي، تتبيعوه بجوج ديال. فشحال شديتو يا عديمي الذمه والضمير، يا عديمي المسؤوليه. كون لقيت كان قلتها لكم الايام بيننا، وغادي يجيو النهار اللي غادي تلاقاو بيا انا ليلى المزوق ابنه الماء الحديديه، اللي وليت السبب الرئيسي علاش عايشه لي حد هنا اليوم هو انني نبين الحق ديال الوالده ديالي. فكما قلت لكم فلنا لقاء ان شاء الله، وندفل لكم على وجهكم حاشاكم المغاربه. وتنتمنى تنشكر جميع الناس اللي تيساندونا، شكرا جزيلا. وتنقول لكم شكرا وسمحوا لي. وهذا كتعليل اولي على ما قريت، لان هادشي تيضاف في الخاطر، تيضاف لانه تيمس بلادنا، ما تيمسش غير امي ولا بعائلتي اللي تظلمات، تيمس بلادنا. فعافاكم، بغيتوا تظلمونا زيدوا ظلمونا، ما تحكموش علينا باسم جلاله الملك، ما تحكموش علينا. وانتم حيدتوا لينا يمكن لا ناسيوناليتي ماروكان حيتاش ما بغيتوناش نتقاضاو. عافاكم، انا تنطلبكم ما تحكموش علينا باسم جلاله الملك. جيوك بحال دوك الفاسدين من مدينه اكادير وما حكموش باسم جلاله الملك، في الاحكام ديالهم ما حكموش بهم. فما تحكموش علينا باسم جلاله الملك وانتوما تتزوروا وتتفسدوا وتتشدوا فلوس على احكام. وشكرا.